السلام عليكم، أهلًا يا جماعة، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. أنا مريم حسام، وبما إنكم بتحبوا الvlogs اللي باوريكم فيها الحاجات اللي باعملها مثلًا ليالي الامتحانات والمذاكرة وكده، فحبيت أشارككم النهارده يومي في يوم من الأسبوع اللي قبل الامتحانات على طول. كنت باحاول أنظّم فيه المذاكرة علشان أنا بصراحة الترم ده بوّظت المذاكرة خالص، فما قداميش غير الفترة دي هي اللي أنا ألِم فيها المذاكرة كويس، فباحاول أعمل كده، فهاوريكم الحاجات اللي أنا عملتها وباعمل إيه خلال اليوم عشان أرفّه نفسي عشان أقدر أكمّل مذاكرة. فأتمنى تستمتعوا بالفيديو، ولو أنتم مهتمين تابعوا الفيديو لآخره. صباح الخير، صحيت على حوالي الساعة 9:30 وهاحاول بعد كده أصحى بدري عن كده، ورُحت غسلت وشي وده الغسول اللي باستخدمه حاليًا، رجعت أستخدمه وهو حلو بصراحة. وغسلت أسناني واتوضيت، وبعد كده رجعت الأوضة فتحت شبابيك الأوضة. وبعد كده صليت الضحى وحابة أشجعكم تصلوا الفجر في ميعاده ولما تصحوا تصلوا الضحى الصبح. وبعد كده رحت كتبت التودو ليست دي التودو ليست الجديدة اللي بستخدمها دلوقتي. التودو ليست اللي فاتت اللي كنتوا بتشوفوها في آخر كام فيديو خلصت من قريب يعني. فبتبسط لما بخلص تودو ليست على بعض كده. فكتبت التودو ليست وبعد كده كتبت مخطط للأسبوع كده. بكتب في كل يوم الحاجات اللي أنا عايزة أعملها عشان أحدد لنفسي خلال الأسبوع حاجات معينة أنا عايزة أعملها. فكتبت الحاجات يعتبر هي نفسها. وبعد كده قرأت أذكار الصباح على الموبايل وبقرأها من على برنامج أذكار المسلم. وبعدين حبيت أرتب سريري علشان الجو كان حر شوية وما كنتش مستحملة إن الدنيا تكون مكركبة حواليا كده. فرتبت السرير الأول وبعد كده طبقت البطاطين وكده، وما تسألنيش ليه بتغطى لسه البطانية، بس هو الجو بالليل بيبرد والصبح حر معرفش ازاي. وبعد كده رحت عملت فطار وعملت جنبه ايس كوفي. تقريبا مبقتش بعرف افطر غير لما اعمله جنبه يعني. وعشان اعمل حاجه مفيده وانا بفطر فقررت اسمع فيديوز مفيده على اليوتيوب كنت عايزه اسمعها. فقعدت اتفرج على الفيديو ده. وبعد كده قعدت اعمل مونتاج شويه لريل نزلته اصلا على القناه فهتلاقوه على القناه دلوقتي. فعملت مونتاج ليه. وقولوا لي انتوا دلوقتي شفتوا الفيديو ده ولا لسه هتشوفوه. وبعد كده قعدت بقى علشان اذاكر، وانا في حاجه بعملها وبقول لكم عليها على طول. ان انا بكتب جلسات المذاكره اللي هذاكرها فبكتبها كده في ستيكي نوت. بكتب مثلا الجلسه الاولى هذاكر كذا من الساعه كذا للساعه كذا. فلما بقسم المذاكره على هيئه جلسات انا بحس ان الموضوع اسهل بالنسبه لي. وحتى صاحبتي حبت الفكره وبدات تطبقها. وحاجه تانية بعملها ان انا بشغل تايمر علشان احدد لنفسي وقت انا مش هقوم من الجلسه دي غير لما الوقت ده يخلص، يعني مثلا نص ساعه. واقعد بقى اذاكر في النص ساعه دي. وكمان لما باجي اكسل عن المذاكره بقول لنفسي خلاص يعني عايرت التايمر وهو نص ساعه بس مش كتير. هقعد اذاكر وبعد كده بقى اعمل اللي انا عايزاه بعدها. فبس قعدت اذاكر الماده دي وللاسف هي فيها معلومات كتير فدعونا ان احنا نخلصها على خير. وعلشان أعرف أذاكر باقعد أتكلم بصوت عالي لنفسي، اللي هو باشرح لنفسي كإني باشرح لحد غريب. وكمان باستخدم highlighters المادة دي والمادة التانية اللي أنا باذاكرها اليومين دول. أكتر مادتين أنا باحتاج فيهم highlighters لازم أحط highlighter معين اللي هو مثلًا الأصفر على التواريخ، الhighlighter الأخضر لو في أسامي أشخاص أو كده. فباحدد كام highlighter كده أنا باستخدمهم علشان حاجات معينة. وكمان بعد كل جزئية كده بالخّص على جنب بخط إيدي جملتين أو 3 ألخّص فيهم الموضوع بحيث إن أنا أشوفهم أفتكر أنا كنت كاتبة إيه. فالموضوع يبقى محفوظ في دماغي زي كده فكرة الkeywords شوية. وكمان بالخّص في الsketch ده المعلومات المهمة في الورق ده أو في المحاضرة دي، علشان لمّا أرجع له بعد كده يعني أحس إن أنا ملخّصة الدنيا. وفي نفس الوقت أنا كتابتي أصلًا بتساعدني إن أنا أذاكر، فبتثبّت المعلومة معايا أكتر. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. وهنا كان التايمر خلص وأكيد شايفين كمية الhighlighters بس دي على الحاجات المهمة. مش اللي هو أي حاجة وخلاص. فكده خلصت جلسة المذاكرة الأولى وكنت هاخد بريك فحبيت أعمل بقى حاجة من الحاجات اللي ورايا. فقعدت سجلت voice over على الريل اللي أنا كنت باعمل له مونتاج من شوية. وساعتها خلصته ونزلته في نفس اليوم يعني. طيب ده شوية رغي كده في نص الفيديو. الترم ده يا جماعة كان من أكتر الترمات اللي أنا بجد مذاكرتي اتدهورت فيها. والمشكلة الموضوع بدأ بسبب رمضان، إن أنا في رمضان كانت مواعيد نومي ملخبطة وكنت باحاول بجد إن أنا أذاكر ما كنتش عارفة. فأنا تقريبًا ما ذاكرتش خلال رمضان وما كنتش عارفة أحضر المحاضرات. يعني أعتقد آخري كنت باسمع المحاضرات الأونلاين. فبسبب كده لقيت نفسي إن أنا مذاكرتي بجد يعني ما كانتش مضبوطة خالص. يعتبر فتحت المنهج قبل الmid كده اللي هو لميت الدنيا على السريع. وبعد الميد طبعا ضاع وقت فيعتبر
الحاجة الوحيدة اللي أنا معتمدة عليها طبعًا بعد ربنا هي الفترة دي، اللي هي المراجعات أو الأيام اللي بتبقى قبل الامتحانات. عارفين أنتم اللي هو جو كل مادة بليلتها هو حرفيًا الموضوع كده. فالحمد لله إن أنا معظم المواد عندي الترم ده مش صعبة، اللي هي مثلًا ما أعرفش ألمّها كلها مع بعض، لأ يعني الحمد لله معظمها تتلم في ليالي الامتحانات فعلًا كويس. هُم مادتين بجد اللي عاملة لنا عقدة، وفيهم كمية حاجات حفظ كتير أوي، وتواريخ وأسامي كُتّاب وأسامي الكُتب بتاعتهم. فالموضوع صعب في كده إنها حاجات حفظ كتير أوي، مش مجرد اللي هو مثلًا أفهمها وخلاص. هُم المادتين دول اللي عاملين مشكلة، وهُم اللي أنا باحاول أخلّصهم الفترة دي. فقرّبت أخلّصهم إن شاء الله، بس عارفين بقى لمّا تحسّوا إن أنتم ذاكرتوا، بس أنتم مش واثقين في اللي أنتم ذاكرتوه، اللي هو طَب أنا مش فاكرة كل ده، يعني أنا مش حافظة الأحداث دي كلّها، هل لمّا أشوف الأسئلة هاعرف أحلّها؟ فالموضوع معتمد بقى على إن أنا أحل أسئلة كتير وكده. ف وليالي الامتحانات برضه إن أنا أراجع كل ده تاني. فيعني دعواتكم أنا وأصحابي إن إحنا نعرف نحل كويس في المواد دي. شاركوني أنتم كمان الوضع معاكم إيه في الدراسة بتاعتكم، وأنتم أصلًا في سنة كام؟ حابة أعرف أكتر ناس بتتابعني من فئة إيه، أعتقد ثانوي وكلية. فبس. وبعد الفقرة دي نمت شوية، وهنا كنت لسه صاحية، وعلشان أفوق شوية عملت شاي، وأنا ما كنتش كملت فطاري الصبح، مع إن دي حاجة نادرة إن أنا أعملها عشان بهتم بوجبة الفطار، فما كنتش قدرت أكمل الفطار فكملته. وبعد كده بقى كان المفروض جلسة المذاكرة التانية هاسمع فيها محاضرة، والمحاضرة بتكون متقسمة مادتين، فهنا كنت هاسمع نصها يعتبر اللي هو المادة الأولى. ففتحت الPDF اللي كنت محتاجة أشوفه وأنا باسمع المحاضرة عشان ما كنتش لسه طبعته، وباحط الAirpods في وداني علشان أركز في الصوت أكتر، وعشان الصوت بيبقى بعيد شوية. وبس كتبت الجلسة اللي أنا هاذاكرها من الساعة كذا لكذا، وشغّلت الrecord وقعدت أسمع المحاضرة. وحاجة مش عارفة هتوافقوني فيها والّا هتخالفوني، بس أنا وأنا باسمع حاجة طالما مش هاكتب حاجة بإيدي، فلازم أعمل أي حاجة بإيدي تانية علشان أركّز في المحاضرة. يعني أنا لو ما قعدتش أعمل حاجة بإيدي، أنا ممكن أسرح في الحيطة، أسرح في أي حاجة في الأوضة. فأنا جِبت sketch الرسم ده، كنت بدأت الرسمة دي هي رسمة مانديلا، فقعدت أكمّل فيها وأنا باسمع المحاضرة. ما اعرفش ده صح والّا لأ، بس بالنسبة لي أنا كده كنت مركّزة أكتر، اللي هو أنا أصلًا هنا كنت باعمل خطوط بس يعتبر، بس الموضوع ده مساعدني إن أنا أركّز. وكنت لمّا باجي بقى في حتّة أنا محتاجة أكتب فيها حاجة أو أتابع الPDF في حاجة، كنت باعملها وبعد كده بارجع أكمّل الخطوط اللي أنا كنت باعملها، ودي حاجة مساعداني إن أنا أركّز أكتر يعني مش مشتتاني. فقولوا لي رأيكم في الموضوع ده، هل الموضوع ده معاكم نفس الرأي والّا بتتشتتوا لو عملتوا حاجة تانية بعيدة عن اللي أنتم بتسمعوها؟ وبمناسبة الرسم فأنا باحاول أعمل كل يوم حاجة فنية، سواء مثلًا أرسم أو ألوِّن أو أعمل journaling علشان أطوّر كده من الcreativity عندي، وفي نفس الوقت أمتّع نفسي فاقدر أذاكر وأخلّص اللي ورايا. وهنا أنا كان ضهري وجعني شوية من المكتب، فقُمت قعدت على السرير، حطيت الترابيزة بتاعتي وقعدت أكمّل المحاضرة، وعلى الساعة 17:10 كده كنت خلّصت المحاضرة وخلّصت جلسة المذاكرة التانية. وبعد كده قرأت وِرد القرآن علشان ما انساهوش، باقرأه من على برنامج ترتيل، وحابة أشجّعكم إن أنتم تبدأوا تقرأوا سورة البقرة كل يوم، حتى لو هتقرأوا جزء منها في اليوم بس أو مثلًا حِزب، بس المهم إن أنتم تبدأوا تاخدوا خطوة تجاه الموضوع ده، عشان هي بتدّينا بركة كتير في حياتنا وليها فوايد كتير، ابحثوا عنها. وبعد كده بقى اتغديت وضيّعت وقت شوية، وهنا كانت الساعة 11:30 وأنا كنت ضيّعت وقت كتير أوي، فاللي هو حسّيت إن لأ، يعني ما ينفعش أقفل اليوم كده، عايزة أكمّل بقية جلسات المذاكرة أو أعمل أي حاجة مفيدة. فكتبت بقى جلسة المذاكرة اللي بعدها، اللي هي جلسة المذاكرة التالتة في اليوم، وقعدت أسمع بقية المحاضرة اللي هو النُص التاني بتاع المادة التانية. فقعدت أسمعه وجِبت الsketch معايا وقعدت برضه ألخّص لو في حاجة محتاجة أكتبها وكده. وبس يعني ده حاجة أقولها لنفسي وليكم، إن حتى لو ضيّعنا جزء من اليوم أو معظم اليوم، نقدر عادي نكمّل بقية اليوم ننجز فيه يعني ما يمكن إنقاذه. وبعد ما خلّصت المحاضرة كنت عايزة أعمل journaling، فجِبت الsticky note دي. كانت جاية لي هدية ومش باستخدمها كتير عشان النوع بتاعها كده تحسّوه بلاستيك شوية مش ورق، علشان هي شفّافة. فقُلت أستفيد منها يعني في الjournaling بما إن أصلًا شكلها حلو، فجِبت الbullet journal بتاعتي والsticky note دي، وعلشان هي شفافة فكتبت عليها بلون ماركر عشان يبان. فبس ده كان سؤال الjournal بتاع النهارده. ودي حاجة عامةً لو ما تعرفوش عنها فهي بتساعدنا كتير إن إحنا نفهم نفسنا، اللي هي أسئلة الjournaling. بيبقى أسئلة معيّنة إحنا بنقعد نجاوب عليها، فبنقدر نفهم نفسنا أكتر، نفهم بنفكّر إزاي، لو عندنا عيوب نحاول نحسّنها، نعرف المميزات اللي في شخصيتنا ونطوّرها. فحاجات كتير أوي وأسئلة journaling في مجالات مختلفة. فلو ما جربتوش الموضوع ده حاولوا تجربوه بجد هيفيدكم، وهتحسوا إن أنتم مبسوطين أصلًا وأنتم بتعملوا الحاجات دي، خصوصًا بقى لو قعدتوا تزينوا الصفحات وكده. فهنا أنا قعدت أجاوب على سؤال الjournal ده.
وعلشان كان بقى لي كام يوم مش بافتح البوليت جورنال، فكان في حاجات ناقصة محتاجة أكمّلها، ولو ما تعرفوش أصلًا إيه هي البوليت جورنال أو إيه الحاجات اللي أنا باعملها دي، فهتلاقوني عاملة فيديوهات عنها تقدروا تشوفوهم. وبعد ما خلّصت قرأت شوية في كتاب العادات الذرية، وأنا قرأته قبل كده بالEnglish، فدي المرّة التانية اللي أقرر أقرأه فيها من كتر ما هو مفيد، فحبيت إن أنا أبدأه على الهادي كده لحد ما أوصل الأجازة وأركّز في المعلومات اللي فيه أكتر وأطبّقها في حياتي إن شاء الله. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، أتمنى تكونوا استمتعتوا وأنتم بتشوفوه، وعايزاكم تشاركوني في التعليقات أنتم هتبدأوا امتحانات إمتى، ولو بدأتوا فهتخلصوا إمتى. أنا بالنسبة لي هابدأ يوم 17 الأسبوع الجاي، فأتمنى إن أنا يعني أخلّص الامتحانات على خير، وما تنسوش تدعوا لي أنا وأصحابي، فربنا معاكم كلكم وإن شاء الله كلنا نخلّص امتحانات على خير. فبس كده، إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.